$10,000 هدية من جمهورية بيلاروسيا لو اتجوزت من بيلاروسية. هل الكلام ده صح ولا لأ؟ وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. بعد الفيديو دوت كل العرب اللي بيشوفونا هيعوزوا يجوا بيلاروس ويتجوزوا مرضى. نعم. ها يا ميلي فولو يا ميلي لايك هات شبكة. ايوه هاتوا شبكة بقى واتجدعنوا. واحنا النهارده هنقول لكم على كل التفاصيل اللي ليها علاقة بالجواز والحقيقة والقوانين وكل حاجة. يلا بينا. طب يلا بينا يا جماعة. الموضوع سهل جدا. انت عشان تتجوز بيلاروسية في خطوات كتيرة لازم تعملها. فأول خطوة اللي انت تعملها لازم نعرف جنسيتك ايه. ندي مثال، لو الجنسية مصرية، لو انت مصري محتاج ان البنت تجيلك مصر وان انت تعمل الاوراق زي مثلا الفيش الجنائي وكده عائلي كمان وكام ورقة كمان، والبنت بتيجي هنا هو بتجيب حاجة اسمها عدم ممانعة وبتتجوزه في مصر عادي. ايه الخطوات اللي بعد كده؟ وده اللي هنعرفه دلوقتي. اوعك تفكر ان انت لما تتجوز اجنبيه ان هم طيبين. لا يا بابا، ده نكدي نكدي يعني وعايزين فلوس نعم. كتير. اوعك تفكر يعني انت بقول لكم $10,000 دي عايزه $50,000 في الشهر. ايوه الموضوع شايفين. شايفين ايوه يا جماعه زي ما بقول لكم كده. المهم خلينا في موضوعنا. بعد يا جماعه ما تتجوز وعايز تسافر بيلاروسيا فيها خطوات، والخطوات ديت هقولها لكم دلوقتي. شايفين يا جماعه الجو النهارده درجه الحراره يا جماعه -25. -25 يا جماعه، متخيلين؟ شايفين يا جماعه التلج بيبقى 2 متر. جامده جامده جامده. ايوه يا مارجو يا جامد. عايزين نروح مصر يا جماعه، عايزين نروح مصر في انا عايزه سام بس مصر ولا تركيا؟ طيب يا مارجو تركيا. الاتنين جمال بجد اقسم بالله يا جماعه. شرم الشيخ تحفه والقاهره تحفه. مين يعزمنا؟ اكتوبر جلسات الناس مالينا. ده اسكاجيك توكتو بالشي. ونيجي دلوقتي في المهم يا جماعه وهو موضوع الفلوس. اول حاجه، اول ما بتخلف طفل من مراتك البيلاروسيه، الحكومه البيلاروسيه بتدي لك $1,500 هديه للطفل و$250 راتب للطفل لمدة 3 سنين. طب ليه الحكومة بتعمل كده يا جماعة؟ عشان مفيش أطفال كفاية في بيلاروس. وإيه موضوع $10,000 ده؟ وده اللي هقوله لك دلوقتي. وما تنساش تعمل لي اشتراك أو فولو لو أنت على الفيسبوك عشان هقول لك كل جديد. يلا بينا. عايز أقول لكم دلوقتي يا جماعة لو خلفت طفل تاني في بيلاروسيا بتاخد $250 إعانة للطفل التاني كمان لمدة 3 سنين. صح يا مرجو؟ صح. بتاخدهم لمدة 3 سنين. ولو خلفت الطفل التالت ايه اللي بيحصل؟ وده اللي انا هقوله لك دلوقتي. على فكرة يا جماعة في بيلاروسيا زي ما انتم شايفين كده هو ده طريق للعربيات، وده الطريق اللي الناس بتمشي فيه زي ما انتم شايفين كده ورايا. ده اللي بتمشي فيه، يعني في طريق للعربيات لوحده وفي طريق للناس والبيوت بتبقى في مكان معزول. وفي الصيف كمان هصور لكم مكان للعجل الناس بتمشي فيه والطريق وكل حاجة. يلا بينا نقول لكم موضوع $10,000 ايه. يلا بينا. طب يلا بينا. على فكرة يا جماعة اللي بيتجوزوا بيجيبوا أكل وشرب عشان ما تفكروش إن الموضوع ببلاش. صح يا مارجو؟ صح. عايزة ايه يا مارجو؟ بنانا. عايزة بنانا. على فكرة يا جماعة الأسعار في بيلاروسيا الدولار الواحد بيساوي 2 روبل و90 سنت. يعني في حدود مثلا لو بالمصري الدولار الواحد في حدود 2 روبل و70 سنت. يعني بكلمك يعني الدولار الواحد ب 17 جنيه مصري. يعني انت لو هتقعد في بيلاروسيا اعمل حسابك ان انت ممكن تصرف في الشهر من 500 ل $1,500. عشان عندنا الخاص يا جماعة، شايفين الخاص بكام؟ ب 12 روبل، يعني في حدود 130 جنيه الخاص بس. مارجو عايزة ايه؟ كوفي تركش كوفي. على فكرة يا جماعة القهوة هنا اهوت يا جماعة، القهوة التركي زي ما انتم شايفين كده اهوت مش موجودة إلا في عند العطارة. فالموضوع بيكون صعب جدا ان انت تلاقي الحاجات المصري او الحاجات العربي، فاحنا بنروح اماكن معينة عشان انا بحب القهوة التركي جدا. اما بقى لو خلفت 3 اطفال في بيلاروسيا الحكومة البيلاروسية بتدي لك $10,000. ايوه زي ما انت سمعت كده $10,000 هدية للطفل، مش ليك يا بابا، للطفل.
ال 10000 دولار دول عباره عن ايه بقى؟ هنروح فين يا مارجو دلوقتي؟ هي عماله تدور عشان نجيبوا اكل للبيت زي ما انتم شايفين. ال 10000 دولار دول اما لصحة، يعني لو الولد محتاج عملية، محتاج حاجة، أو لشقة، أو لتعليم، تقدر تصرف ال 10000 دولار دول على الولد. طب ممكن يدولك بيت هدية، وده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. جماعة الأسعار في بيلاروسيا في الشتاء، الطماطم بكام يا جماعة؟ ب 10 روبل، يعني الطماطم ب 120 جنيه مصري. أسعار نار نار نار. شايفين يا جماعة الفلفل بكام؟ ب 200 جنيه مصري. حاجة في مقام نجيب سويرس. زي ما انتم شايفين يا جماعة، الدفع الكتروني من غير كاشير، الكاشير الكتروني زي ما مارجو بتعمل دلوقتي. الدفع زي ما انتم شايفين كده اهوت، تعمل سكاننج الحاجة زي ما انتم شايفين، بعد كده اهوت بيدفع بالكارت. اشترينا الحاجات يا جماعة ب 65 روبل، يعني في حدود 1000 جنيه مصري. لو خلفت 4 عيال، الحكومة البيلاروسية بتديلك بيت مجانا أو شقة مجانا أو أرض مجانا، وهو ما يعتبرش مجانا، هو بيعتبر قرض على 40 سنة، يعني بتدفع كأنك إيجار قديم. أنا حبيت إن أنا أصور لكم النهاردة كل حاجة عن بيلاروسيا والعيشة إزاي، عشان ما تفكروش إن الموضوع ببلاش أو رخيص. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة أو فولو. بحبكم، مستنيكم، سلام.